طفلك مش بيعندك، هو بيفكرك بجرح انت اتعلمتي تدفنيه. لو تصرف بسيط من طفلك بيستفزك بشكل مبالغ فيه فدي مش تربية، دي ذاكرة. إحنا اتعلمنا إن العصبية، الصراخ، السيطرة أدوات تربية، بس الحقيقة دي أدوات بقاء اتعلمناها وإحنا أطفال. لما طفلك يزعق وإنتي تزعقي أكتر، مش لأنك قوية، لكن لأنك زمان ما كانش مسموح لك تزعقي. خليني أقول حاجة محدش بيقولها، انتي مش عصبية، انتي كنتي طفلة مضطرة تكون هادية غصب. مش بتكرهي العند، انتي بتكرهي الإحساس إن صوتك كان بلا قيمة. إحنا بنربي أطفالنا بنفس الطريقة اللي كنا محتاجين حد يربينا بيها. توقفي عن تصحيح الطفل وابدأي بترجمة نفسك. قبل ما تسألي أعمل إيه مع ابني، اسألي إيه اللي اتفعل جوايا دلوقتي. تمرين سريع، اسألي نفسك في اللحظة دي، أنا حاسة بإيه؟ الإحساس ده قديم ولا جديد؟ مين أول مرة حسسني كده؟ الطفل مش محتاج أم هادية طول الوقت، محتاج أم واعية لما تخرج عن هدوءها. لما تغلطي قولي أنا انفعلت، مش لأنك وحش، لكن لأن في حاجة اتوجعت. الجملة دي بتكسر سلسلة أجيال. أخطر تربية هي اللي بتطلع طفل مؤدب من بره مكسور من جوه. شفائك مش رفاهية، ده أعظم هدية تقدميها لطفلك. مش مطلوب تكوني أم مثالية، مطلوب تكوني أم صادقة مع نفسها. لو حابة تربي طفل سليم، ابدأي بطفلتك اللي لسه مستنياكي.